هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مستمعي ومستمعات صوت المنتدى، السلام عليكم ورحمة الله. هذا صلاح محمد زين يحييكم ويرحب بكم في ساعة هذا اليوم الأربعاء 8 من شهر إبريل. كالمعتاد بعد فاصل غنائي قصير سأوافيكم بنشرة الأخبار التي عدها لنا الزميل يوسف بوليسي، يليها تعليقا بعنوان أهمية تنقية المفاهيم وضبطها بقلم الزميل محمد علي موسى، ثم نستمع بعد ذلك إلى الزميل موداي وبلغة التيغرايت عن اغتيال الأبطال والبطولات في بلادنا. متمنين لكم متابعة مفيدة، نرجو أن تبقوا معنا خلال هذه الساعة. خلى حمام أنتم إخوات ماما تحملنا لا ماماي، أنتم إخوات ماما تموتنا لا ماما. وكاني وكانك شندر مسولادة قصلاي وسقودة دعرايز كدري عدقا خسيلة جر عبادة يتسنب تخايو كل زنبد حيلنا بتمرتي تقصانينا نعيه. أنتم إخوات ماما تحملنا لا ماماي، أنتم إخوات ماما تموتنا لا ماما. سلازي نحن الدلاي تفتعي ولا قدم ولا ظلمي نخسر البان الرسرسة نقل يدو حسن زلب كرسة نلا زبطم مليس وخيبسة ماما تحمام نفوس وفلم ماما تحمام تقدد صغرام. صوت المنتدى.
أبرز عناوين هذه النشرة: انتقادات حادة لمساعي الاتحاد الأوروبي في دعم نظام أسمرة، أنباء عن توتر علاقات أسمرة مع الخرطوم، وشحنات الطائرة الأوكرانية تنقل إلى بلدة سرجقة، إنقاذ 1500 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الإيطالية، ورواندا توافق على استقبال طالبي اللجوء الأفارقة في إسرائيل. إلى تفاصيل النشرة. وجهت العديد من المنظمات الحقوقية ومنظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين انتقادات لاذعة للخطوات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذها للحد من موجة اللجوء التي يقوم بها الإريتريون هربا من جحيم النظام الديكتاتوري إلى القارة الأوروبية، حيث أكدت هذه المنظمات بأن هذه الخطوات سيكون لها نتائج جد وخيمة على مسألة حقوق الإنسان في إريتريا التي تشهد أصلا انتهاكات واسعة يقوم بها النظام ضد أفراد الشعب الإريتري. وطالبت العديد من المنظمات الاتحاد الأوروبي أن يأخذ في الاعتبار مسألة الحفاظ على كرامة الإنسان الإريتري وصون حقوقه بدلا من تقديم الدعم المالي للنظام وتخفيف الضغط الدولي الذي بدأ يتجه إلى اتخاذ خطوات جادة لردعه وإثنائه عن ممارساته اللا إنسانية ووقف انتهاكاته لحقوق الإنسان التي أصبحت مضرب المثل في كثير من المحافل الدولية. كما وصفت المنظمات تصريحات بعض الأطراف في الاتحاد بأن تقديم الدعم المالي والمادي هو لإنعاش البنية التحتية وتوفير فرص عمل كافية للشباب الذي ينزح إلى أوروبا لتحسين مستواه الاجتماعي والاقتصادي بالسطحية التي لا تدعمها الوقائع على الأرض، فضلا عن كون الدعم يهدف إلى التقاضي عن الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى الهروب المكثف للمواطنين الإريتريين عن بلادهم وتهميش حجم الكارثة الإنسانية التي تعاني منها البلاد جراء الطغيان والاستبداد الذي يمارسه النظام الفردي. واستبعدت المنظمات الحقوقية ومنظمات الدفاع عن اللاجئين أن يقوم النظام الدكتاتوري بتوظيف الدعم المالي والعيني الذي ينوي الاتحاد الأوروبي تقديمه للنظام للتقليل من معاناة الشعب الإريتري، بل ذهبت إلى أن هذا الدعم سيكون محفزا كبيرا له لزيادة وتيرة انتهاكاته وممارساته ضد الإنسان الإريتري. وطالبت الاتحاد بتفعيل مبادئه الأساسية للدفاع عن حقوق الشعب الإريتري في سعيه لنيل كافة حقوقه التي تنادي بها كل المواثيق الدولية، وبالتالي عليه العمل بالتوازي مع الجهود الدولية بغية اجتثاث الأسباب التي أدت إلى هذه المعاناة من خلال رفع وتيرة الضغوط على النظام الاستبدادي وإجباره للامتثال إلى المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة بكافة الحريات والحقوق. ويذكر أن لجنة التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكدت في تقريرها الأولي بارتكاب النظام الدكتاتوري لانتهاكات ضد حقوق الإنسان من خلال معلومات تحصلت عليها عبر لقاءات أجرتها مع الإريتريين المقيمين بمختلف دول المهجر بعد أن رفض النظام استقبالها في داخل الوطن. وفي سياق ذي صلة نظمت جمعية المرأة الإفريقية لدعم وتأهيل اللاجئين بالمملكة المتحدة في 4 أبريل الجاري ندوة جماهيرية بلندن خاطبها الصحفي الإريتري الأستاذ خالد عبدو بحضور جمع غفير من الإريتريين والمهتمين من الجنسيات الأخرى، حيث تناول فيها قضايا اللجوء من إريتريا وما يعانيه اللاجئ الإريتري وراهن الوضع السياسي الإريتري عامة ومعسكر قوى المعارضة بشكل خاص. وفيما يخص أوضاع اللاجئين الإريتريين في أوروبا أشار الأستاذ خالد إلى محاولات الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق الإريتريين إلى بلدان الاتحاد من خلال تقديم دعم مالي للنظام والطلب منه بتحديد مدة الخدمة الوطنية مفتوحة الأجل بحيث لا تتجاوز 18 شهرا، والتعهد بأن لا يعاقب من يتم إعادتهم من اللاجئين إلى إريتريا، داعيا إلى وقوف كل الإريتريين في أوروبا في وجه مثل هذه القرارات وإقناع حكومات الدول الأوروبية بأن المشكلة الأساس ليس طول مدة الخدمة إنما الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها نظام أسمرة ضد المواطنين الإريتريين وعدم مراعاته لحقوق الإنسان الأساسية، وأن النظام ليس في وارده تطبيق ما قد يتعهد به أمام الأوروبيين. كما ناشد الأستاذ خالد اللاجئين الإريتريين حديثي الوصول إلى أوروبا تنظيم وتأطير أنفسهم في جمعيات أينما كانوا للدفاع عن حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين المحلية والدولية
في الحصول على ملجأ آمن من الاضطهاد. وشرح ما قام به اللاجئون الإريتريون في السويد كنموذج يمكن الاهتداء به. وفي الشأن السياسي أرجع الأستاذ خالد أسباب التردي والتشرذم الذي تعيشه قوى المعارضة الإريترية إلى أزمة خطابها السياسي العاجز عن مواكبة المرحلة ومتطلباتها، حيث أن أقوال وأفعال بعض المعارضين تزيد الأزمة تعقيدا بدلا عن الإسهام في حل يخلص الوطن وشعبه من براثن النظام الحاكم في أسمر. أفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى أن اختيار النظام الديكتاتوري توقيع الاتفاقات العسكرية المباشرة مع بعض دول شرق أوروبا ودول في منطقة الشرق الأوسط وتفريق شحنات الأسلحة بشكل علني في مطار ساوة وميناء عصب بدلا من استخدام السودان كمعبر مهم لتوريدها في السابق يؤكد توتر علاقاته بالحكومة السودانية التي كانت إلى وقت قريب توصف بالوطيدة. ويذهب مراقبون مهتمون بقضايا القرن الأفريقي إلى أن توقيع السودان على اتفاق المبادئ حول مياه النيل مع إثيوبيا وجمهورية مصر العربية واتخاذه الخطوات عملية في سبيل تدعيم علاقاته بإثيوبيا فضلا عن انضمام حكومة الخرطوم إلى الحلف الإقليمي الذي تقوده المملكة العربية السعودية باسم عاصفة الحزم ضد الحوثيين في اليمن والذين يرتبطون بعلاقات وطيدة مع النظام الدكتاتوري في أسمرة هي أسباب كافية لتوتر العلاقات بين البلدين. من جهة أخرى أكدت مصادرنا التي تتابع التطورات داخل البلاد أن شحنات الأسلحة التي فرغتها الطائرة العسكرية الأوكرانية يوم 29 من شهر مارس المنصرم في مطار ساوة كانت عبارة عن أسلحة خفيفة وثقيلة ومعدات استخباراتية وقطع غيار لسيارات عسكرية نقلت إلى مخازن الأسلحة القريبة من بلدة سرجقة بضواحي العاصمة أسمرة. وفي خبر ذي صلة أفادت نفس المصادر بقدوم 10 خبراء عسكريين من دولة أوروبية لم يتسنى للمصادر معرفتها في الآونة الأخيرة إلى أسمرة ونقلوا مباشرة إلى المطار العسكري بمدينة موسوع. وأضافت بأن هؤلاء الخبراء المختصين في تشغيل الرادارات والاتصالات العسكرية سيقومون بعقد دورات تدريبية، مؤكدة أن قدومهم البلاد جاء في إطار تطبيق اتفاقيات سرية قام بها النظام الدكتاتوري مع دول في شرق أوروبا وغيرها من الدول. ويذكر أن مجموعة المراقبة الأممية الخاصة بمراقبة تنفيذ قرارات الحظر الدولي على الأسلحة في الصومال وإريتريا كانت قد اتهمت النظام الدكتاتوري بخرق قرار الحظر وذلك لاستيراده للأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى من دول في شرق أوروبا ونشاطه في تجارة الأسلحة المختلفة للحركات والمجموعات المسلحة بالإقليم. أفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى بمدينة كلوج أن النظام في سعيه لتفادي الاشتباك المسلح بين فصيلي الحركة الديمقراطية لتحرير تيغراي المعروفة بدمحيت وفصيل بني شنغول قام بنقل الأخير إلى منطقة عد قبرو بإقليم القاش وبركة. وذكرت مصادرنا بأن الخلافات بلغت ذروتها في الاجتماع التقييمي المشترك الذي عقد بين الفصيلين المعارضين للحكومة الإثيوبية في 29 من شهر مارس الماضي، مما دفع النظام إلى اتخاذ إجراءات احتياطية تقوم على إعادة انتشار فصيل بني شنغول في المنطقة المذكورة. وتفيد تقارير تتابع نشاطات الفصائل الإثيوبية المسلحة التي تتخذ من إريتريا منطلقا لعملياتها العسكرية ضد الحكومة الإثيوبية أن النظام الدكتاتوري في إريتريا يدفع في اتجاه حث هذه الفصائل على تنسيق عملياتها العسكرية بتقديم الدعم المادي والعسكري السخي وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها. وتعد الخلافات التي ظهرت بين الفصيلين ضربة قاسمة لأهداف النظام الساعي لتكثيف العمليات العسكرية المنسقة ضد إثيوبيا وبالتالي زعزعة استقرارها. هذا ومن المعروف أن النظام الدكتاتوري في إريتريا يعتمد بشكل شبه كلي على الحركة الديمقراطية لتحرير تيغراي دمحيت في حراسة العديد من المراكز الحيوية للدولة وفي الحفاظ على سلطته بعد أن انتابته موجة من الذعر والخوف نتيجة للمقاومة التي بدأت تتشكل بشكل قوي داخل قوات الدفاع الإريترية وقطاعات أخرى في المجتمع الإريتري. نقل خفر السواحل البحرية الإيطالية 1500 مهاجر إلى جزيرتي لامبدوزا وصقلية بعد أن كانوا قد تعرضوا لحادث في عرض البحر أثناء رحلتهم التي انطلقت من ليبيا باتجاه أوروبا. وأوضحت قوات الإنقاذ الإيطالية يوم الأحد الماضي أنها قدمت المساعدة ل5 قوارب على متنها مهاجرين قادمين من السواحل الجنوبية للمتوسط. هذا وتعتبر ليبيا منفذا مهما للهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا بسبب ضعف الرقابة والانفلات الأمني هناك. من جهة أخرى ذكرت وكالة الأنباء العالمية نقلا عن الإذاعة العامة الإسرائيلية يوم الأحد الماضي أن رواندا أقرت لأول مرة
بأنها وافقت على استيعاب المهاجرين غير الشرعيين طالبي حق اللجوء من إريتريا والسودان الذين ستقوم إسرائيل بإبعادهم. وأوضحت الإذاعة العبرية ذلك على لسان رئيس رواندا بول كاغامي في سياق مؤتمر صحفي عقده في العاصمة كيغالي مساء يوم السبت الماضي. من جهتها نفت أوغندا أن تكون قد توصلت إلى أي اتفاق مع إسرائيل بشأن استيعاب طالبي حق اللجوء، وانتقدت السلطات الإسرائيلية على خلفية نيتها إبعادهم. وكانت السلطات المختصة الإسرائيلية قد أعلنت أنها توصلت إلى اتفاقات مع دولتين إفريقيتين بهذا الشأن دون الإفصاح عن اسم أي منهما. هذا ويقدر عدد اللاجئين الإريتريين الذين دخلوا إلى إسرائيل خلال السنوات القليلة الماضية ب40,000 لاجئ إريتري من أصل 60,000 لاجئ إفريقي. نهاية النشرة. صوت المنتدى. أهمية تنقية المفاهيم وضبطها. الجزء الأول. حمل شعبنا السلاح دفاعا عن ذاته ووطنه وحريته وحقه في بناء مستقبله، فقدم الآلاف من الشهداء وتحمل الكثير من التضحيات، لكنه لم يحقق حلمه في الحرية والسلام والاستقرار والنماء. لماذا لم يتمكن من ذلك؟ الإجابة على هذا السؤال متداخلة ومتعددة، لكن يمكن إجمالها في تعاطيه العاطفي مع مفهوم الوطن وعدم تسييج مصالح الشعب عبر ثقافة ديمقراطية وآلياتها. فتم استغلال ذلك من قبل مجموعة متدثرة بشعارات وطنية وفي دواخلها مكبلة بالأنانية والاستئثار بالسلطة. لهذا يتطلب حراك التغيير الذي يخاض من قبل الشعب الإريتري أن يطور ثقافة سياسية واقعية وعملية بضبط العديد من المفاهيم كالوطنية والخيانة الوطنية والفساد والهوية والقائد والبطل والوحدة الوطنية والمواطن والمواطنة وغيرها من المفاهيم، وتنقيتها من التشوهات التي لحقت بها. إن شرطا أساسيا من شروط النجاح هو الرؤية الواضحة للأمور، والرؤية الواضحة للعدو، والرؤية الواضحة لقوى الثورة. على ضوء هذه الرؤى تتحد استراتيجية المعركة، وبدونها يكون العمل الوطني عفويا ومرتجلا لا يلبث أن ينتهي إلى الفشل. ولذا بات ضروريا بالنسبة للشعب الإريتري بعد عشرات السنين من النضال والتضحيات أن يضمن لكفاحه هذه المرة مقومات النجاح. إن غموض المفاهيم وتشوهها السبب الرئيس لبروز الاستبداد في بلادنا، وهي السبب في استمراره، فضلا عن كونه يقف خلف أغلب سجالاتنا الفكرية. فغموض المفاهيم
يحيلها من كونها أدوات تواصل إلى أدوات معيقة لهذا التواصل. فمفهوم السياسة مثلا يعني في جوهره التعاطي والتفاعل مع قضايا الشأن العام المؤثر بدوره في الشأن الخاص عبر علم وفن، وهو مفهوم غاية في الأهمية. فمسألة بهذا الحجم من السذاجة بل ومن الخطيئة تركها لطرف آخر. ولكن رغم ذلك أصبح البعض من عامة الناس ينظر إليها بأنها مجال للخداع والنفاق والمكر، وبهذا تحولت في ذهنيتهم إلى ثمة أمر معيب يتباهون في التهرب عنه، مقدمين بذلك خدمة جليلة لجهات تكمن مصلحتها في تشويه صورة السياسة أمام الشعب. وبهذا تصبح الساحة مسرحا لفئات محددة تتحكم من خلال إدارتها لهذا المسرح في مصائر الشعب وفقا لمصالحها. يمكننا كذلك الوقوف على مصطلح التغيير السياسي، والذي يشمل التغيير الشامل العميق أو الجزئي. يقصد من التغيير السياسي حالة التحول التي يخوضها المجتمع للانتقال إلى أوضاع أفضل يكون فيها أكثر إيجابية وفاعلية في إدارة شؤونه لصالح المجتمع كافة، وهو الانتقال من وضع غير ديمقراطي استبدادي إلى وضع ديمقراطي. والتغيير الشامل العميق يبدأ بتغيير القيادة الدكتاتورية التي مارست كل أساليب فرق تصد بأشكالها المتعددة، ويمتد ليشمل جميع مناحي النظم الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والتشريعية والقضائية وإلى آخره. أما التغيير الجزئي فيتناول جزئيا من الجزيئيات كالإصلاح الاقتصادي أو التعليمي أو الدستوري أو العسكري وإلى آخره. إن التغيير الذي ينبغي أن ينشده الشعب الإريتري هو التغيير الشامل، فالحالة السياسية القائمة في إريتريا غير قابلة للإصلاح لأنها تعتبر نفسها هي الوطن الإريتري، فهكذا مفهوم يتناقض مع وجود الوطن. الدكتاتور لا يطل ويتمدد إلا على ثقافة سائدة، ويسعى مطلع كل فجر إلى تعزيزها عبر آلياته الإعلامية والأمنية والاقتصادية ليختطف عقلية الشعب، فيجعل قطاعات من الشعب تغضب وتثور لتحاكم من سرق قرشا يسد به جوعه، وتصفق مزهوة لفرد يسرق وطنا بكامله في وضح النهار. وبهذا يجعلنا نتساءل عن مفاهيم بديهية وطبيعية من قبيل: ما هي الوطنية التي لا تمشي على الأرض عدلا ورخاء واحتراما للمواطن؟ ما مصدر الثقافة التي تجعل المطالبة بدولة القانون والحريات خيانة وطنية؟ ما علاقة تكميم الأفواه ومنعها من قول الحقيقة وممارسة القمع والتشريد والتجويع والتجهيل مع الأمن الوطني؟ لهذا يجدر بنا في البدء أن نعرف بالضبط ما هو الوطن والوطنية. هل هو مكان نشبع من خلال انتمائنا إليه عواطف معنوية دون أن يرتبط ذلك بمصالح مادية ملموسة، أم هو مكان نجتمع فيه مع أناس تجمعنا بهم قواسم مشتركة ونسعى سويا لمجابهة التحديات التي تقف أمام عزتنا ومنعتنا وسلامتنا وتطورنا، ونمتلك فيه قرار إدارة شأننا دون وصاية من أحد داخليا كان أم خارجيا؟ هذه الأسئلة رغم بساطتها إلا أن الواقع المعاش يدلل بأننا كمجتمع نتعامل معها عبر مداخل عاطفية منفعلة لا تضع مصالح الجميع في الاعتبار. فنجد من يقول: لا يهمني أن يكون النظام استبداديا بقدر ما يهمني أن إدارة النظام الحاكم تنتمي إلي طائفيا أو إقليميا أو غيرها. صاحب هكذا رأي بكل تأكيد مضلل بالتخدير،
أو غير متضرر مباشرة من سياسات النظام الحاكم، ربما لأنه خارج الوطن مؤمن قوت أبنائه وتعليمهم، فما حاجته للوطن إلا لاستخدامه كاسم دال على هوية، أو ربما لديه هواجس تم شحنه بها من قبل النظام الحاكم عن البديل، وعززت شعارات ومسلكيات البديل هذه الهواجس، أو مشبع بشوفينية عنصرية لا يستطيع الفكاك عنها، أو كل العوامل التي ذكرناها مجتمعة تمسك بتلابيب رؤيته ومن ثم موقفه. والسؤال الأبرز هنا: هل هذا موقف وطني؟ ألا يعد هذا الموقف خيانة وطنية بامتياز؟ لا يختلف اثنان عاقلان منصفان بأن هذا الموقف هو ذروة الخيانة الوطنية، ومع هذا ثمة اجتهادات محمومة من الدكتاتورية الحاكمة وأنصارها لتصويره بأنه موقف يمثل ذروة الوطنية، مستخدمين في ذلك وسائل تضليل عديدة، أولها الانفراد بسلطة المجتمع، أي الإمساك بأداة الإكراه في الدولة والسيطرة على الموارد الوطنية وإلغاء كافة الوسائل المؤدية للتبادل السلمي للسلطة، ومن ثم تزوير الحاضر والتاريخ وشيطنة التغيير واعتباره تمزيق للشعب والوطن، رغم أن كل التشظي نتاج سياساتهم بالأساس، والترويج لمقولات كالدكتاتور الذي يظلم الجميع بشكل عادل خير من غيره، وأن شعوبنا لا تنفع معها إلا العصا وإلى آخره. بهكذا مفاهيم يحاولون إلصاق الخيانة العظمى بكل من طالب أن يصبح الوطن للجميع وبالجميع عدلا وديمقراطية وازدهارا، وبكل من جاهر بالحقيقة ضد أنانيتهم وإقصائهم للآخر، بينما الخيانة الوطنية تعريفها لا يتطلب عناء كثيرا، فهي التلاعب بمصير الشعب وسرقة مقدراته وتمليكها لفرد أو مجموعة دون سائر المواطنين. كما لا تنحصر الخيانة الوطنية في مفهومها الشائع والمتمثل في تخابر فرد ما من الوطن مع جهة أجنبية بغرض الإضرار بأمن البلاد، بل هي قبل كل ذلك كل من يمارس هواية البطش والتنكيل بالمجتمع والاستئثار بالحكم والطغيان، فكلاهما يؤديان لذات النتيجة، وهي تدمير المواطن والوطن لصالح فئة جزئية داخلية كانت أم خارجية، وليس لصالح الشعب المعني. ليست هناك ثمة امتهان واحتقار يفوق تعرض شعب ما لفجيعة أن يحكم من جهة لا تحمل تفويضا شعبيا شرعيا بالحكم، وهذا هو ما يتعرض له الشعب الإريتري منذ ربع قرن من الزمن. فهل هناك انتهاك صارخ لمفهوم السيادة الحقيقية أكثر من هذا؟ حقا إنه واقع يدمي القلب، لأنه يجسد قمة الاغتيال للحرية والكرامة الإنسانية، خاصة لشعب عظيم وكريم قدم طويلا وغاليا لحريته وكرامته. بقلم الأستاذ محمد علي موسى. أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب. أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب. منزلي في كل شارع، في كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب. منزلي في كل شارع،
في كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب. ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب، ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب. أنا ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب، ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب. سادتي وانتم حكمتم حكمكم حكم الصواب، وثورتي كانت غنيمة وافرة الحظر الجناب. سادتي وانتم حكمتم حكمكم حكم الصواب، وثورتي كانت غنيمة وافرة الحظر الجناب. ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسة بمداسي أنا. ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسة بمداسي، لكن خلولي بلادي، لكن خلولي بلادي، لكن خلولي بلادي، وكل ما قلتم مع راسي. يا هنايل كان مثلي ما يهم من ومن، أنتم أصحاب الفخامة والزعامة وادري لن. يا هنايل كان مثلي ما يهم من ومن، أنتم أصحاب الفخامة والزعامة وادري لن نكون في يوم منكم يشهد الله والزمن. أنا حلمي كلمة واحدة، إن يظل عندي وطن. لن نكون في يوم منكم يشهد الله والزمن. أنا حلمي بس كلمة، إن يظل عندي وطن. لا حروب ولا خراب، لا مصايب لا محن. لا حروب ولا خراب، لا مصايب لا محن. خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن. خذوا المناصب والمكاسب.
لا مصايب لا محن. خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن. خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن. خذوا المناصب والمكاسب رب خلوا للوطن. يا وطن وانت حبيبي وانت عزي وتاج راسي. انت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي. يا وطن وانت حبيبي وانت عزي وتاج راسي. انت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي. انت اجمل وانت اغلى وانت اعظم من الكراسي. كتلة فراس وفرسنة. الستينات شعب اريتريا حريته قل ركب ماله وروح جلا وطن اندبالحا اقل مرير قد له قل التلالي سدت وكرب عندك اهلا هدفه قل اتمم عند الدالات ولتبقسا. لكن ما طور من ابايل تصبروا على هجوم سقايه وسبيه لبلهم على اولاد وطنو دمو اقل لك عولت عند قندبيلا للتاقيه على وقفوا قل حسبوا. من اللي اندحل فقبيل اريتريا حريته بدمو حقو اكدا بدقمان اولاد عدد عذاب استعمار اقل التلالك مقدر فتا يكون أباي مقل منه كبود على قبيل جلاب حقه تنادلت مطوروا الأسير العلو فجر أباي دول فقر وعدول تتحرر مستعمرته قلق بقوته من دبيل أقل شكك أو لحساب يكون اتوسواس ما متصي على قل الأبام لا ما حسبه أقل بعد أقل تأمونه يغدروا لقبت كحدا أقل تتأمن كبدت علد أقلهم هي مدق بيتون قبت دمان وطن بحيلة ليتن دي قبي الدقوب أساس عادات مجتمع تللتنكب عادات فراسة الألبو مجتمع لتبهلت تندد النقل تكبد ديكون كالي حريان ألبو مثل تمت استعمار أوروبا مستقبلت أديهم تابتام لعلو جهوتات أقل حود مقصبهم من دبيلو أقل حقو لقات حريات كالأوو. شعب اريتريا عدو بجيران حقو وررت وأباي بحود حودت حنته الآتية حقو رأو وأكي وداي أباي فجر فجر الزيد حقو جيسا. شعب اريتريا حتى قبيليت عطل علت ألو هتهيه اتقد صباي قلبوا وكونات اندرفعا أسك ميدان مشفالتا سبت اللي قبيل بعلى ألو بحشمة وفراسة لتتقوت تصورت وطنية ميرحيت قبي سلام ورهيت واستقلال استساع. ألوف شباب ليك وطن أقلت ممجلة بحرية أسك صورت تحابرو قلق وحامل للرأو صورة الشعب سلطت لتتكافلت محبر أقل تقبأ لهم تمنو نادل نقلكم اتلبلو اتولد قبيلة حابرو اتندال اللوم حودام سبت حياتي التوكد بريء زمن كأنة المدحة وسامع لي لأمر قبيل إريتريا اكيد صلعت واديا متهلو اللوم تقلمت بحست حشمة وطن وحريتها قلهم تصو قلد اندأتو يوم شعبنا وفراسته عاداته ودياناته حتقروا أقل أبدو عندو قامتم لهلو. شعب إريتريا ومنادلينو أقل فايح مقصوة نادلو العلو أولاي مد الثورة حودام قرهوفام التمستقبل إريتريا الشيوم وسب سلطة الشعب إريتريا أقل قبو مقهف تحلمو. كل مواطن رحوا نوايو فكرو كله أقل وطن اندبا الحا حريته أقل لمس نادل العلا وقت لاكا أقل ندال اندب الريكا ما تحبعوت المتليت هاتو منا ندال اند حد قولة جيسو اللوم هلينا أكو من دبيلو بحود حود كل سيادة وكبر شعب إريتريا اندور رو حق مالهلو أكو اللطفنا تمقدرت لبوم ولاد إريتريا ببوم تمقدرت أجملو الثورة من قبض أباي وات ميدان لقباء واتقلو لجأو دول خارج نادلو تهلو
أقل صبيب مخصبهم تد ندال قبيل ندال الحرو سبقكي اللي زياد مخصب سلطة قالهم مناد الشعب ريتريا ومدرو أقل ورر الحارب العالهية قالي كم منادلين إن تأمنوا الثورة وكل درجة مسؤولية الشقوا العلو أفرادهم أقل ندال ثورة شعب أبايو لقبو اللهم حودام من دنقور أفقار اندبق قسو أقل هيرار ندال كم دنقر ودو بزحام قبي ندال أقل ارتعب بقسو وقال الأقلاق يام بدهر ووكل كرن من أمعل رأيهم اتبدلو أقل دقوب للبولو كفال ثورة سيديت قبقت أقل سن تخطيط ثورة اندج أو جو باقل على زر انبطا قاوتو أسكل الدالو حمامهم بركم للبل حاسس أشاير ليت أتلرقو قبي أقل تطفح لهم صبروت ليت اندي قبي وكل حشمة وفراسة الشعب ريتريا نا يوم ليتكم قبي اتناي حسس زعت أتو إلا أقل ليدو هي من عادة ثورة لفقر أقبوي اتميدان وخارج اتحمد أفراد أتعاباي لبس فراسة حست الداغمو اكيت وقانون تلتعدو بزحام بريئين منادلين كم لتقتلوا ودو اللوم زيمتت من فراس لزم تواسميت ان تنفعو اقل قدام لأقبرو قلب ودوا من دقاقان فراسة لتنسا مقياس وطنيت بزحام منادلين وجماهير كم كبوت هيرار ندال اتمسلوم السكة فيهم انبرشك شغوبو بروحتهم انتم أروحتهم سلموا ولا ترفع عمرهم كم حوية مسعن انبر سؤال مروحو اتهلو اتمسؤولية تتوقلو كيد متحلم حودام قبو وقال سباري داقان فراسة لولد اندام سلا اقل زمات فراسة تاريخ انبرشك واصلوتو منادلين ابودو وغي فراسة هجيا كم اكوي عادات ثورة ناسا مثبت علو اتفراستهم هجيا عيب على أقل الثورة لترقل على أكي قبي أقل أسنو لك بقصو حقو بزوح تعذيب أروحتهم لحقلو منادلين بزحامتهم أقل قيادة قيسو على أكي مكايد لتنبهو وتروحهم لفرهو أروحتهم اتخطرتات تحقورو أقل جلاب لفقرو هدفنا يوم انتو ميدان منو أقل فقرو جبرو وند الدنقرو الثورة لتحابرو هي أقل ميدان لتنحيون ودع عند دنقص أو منو أقل أسنو يكون أقل حساباتو يحرو لي على قارات عند خلقو اتلفره ومن أقل ندحن بالمقلبب تماثيل تودو وفراس منادلين أسما يوم اتلتصلمو أقل أبزحام حيسام لتبهلو فراس تاريخهم بلاش اندقاء كم لترسع ودو الثورة لآك وقتل العلو اتلتهملو متصو كبوت قبي وقي ندال عند طرفها الصبابح تحرير بفنات أسباب لا تقتلوا حودام يكون للتلالي وانت تذكرني عمل رجع صفا وريت رياي ده حق قبليني بالكيس معلكم ما درستيني
تمرا يما بلاتي كدن قبا مسكبيه وتاك لقسكوي تمرا حتى حضارت حاجة تنسيقك يجي ولا لدون سك بنت السك مدينة ورث رياكي ده حق طبيني كل معرفهم ما جرى سنيني بني داي عايرن وي حد يتيلني حد يتبع وسير ولا الحيسني حد يتبع وكم ولا ذكاني ورث رياحي ده حق قبليني كل معكم ما جرى سنيني سرقت من سومين باسرارا حجي جلاك غارجة توجقرا ورسال سرقت من سومين باسرارا حقيقة موتايا لو ليتي بدنارا سافري تمرد لكم على الثمارا ورث رياكي لحق صبيني للكيت معلكم ما جرى السنين صوت المنتدى. أبرز عناوين هذه النشرة: انتقادات حادة لمسائل الاتحاد الأوروبي في دعم نظام أسمرة. أنباء عن توتر علاقات أسمرة مع الخرطوم. وشحنات الطائرة الأوكرانية تنقل إلى بلدة سرجقة. إنقاذ 1500 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الإيطالية. ورواندا توافق على استقبال طالبي اللجوء الأفارقة في إسرائيل. إلى تفاصيل النشرة. وجهت العديد من المنظمات الحقوقية ومنظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين انتقادات لاذعة للخطوات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذها للحد من موجة اللجوء التي يقوم بها الإريتريون هربا من جحيم النظام الديكتاتوري إلى القارة الأوروبية، حيث أكدت هذه المنظمات بأن هذه الخطوات سيكون لها نتائج جد وخيمة على مسألة حقوق الإنسان في إريتريا التي تشهد أصلا انتهاكات واسعة يقوم بها النظام ضد أفراد الشعب الإريتري. وطالبت العديد من المنظمات الاتحاد الأوروبي
أن يأخذ في الاعتبار مسألة الحفاظ على كرامة الإنسان الإريتري وصون حقوقه بدلا من تقديم الدعم المالي للنظام وتخفيف الضغط الدولي الذي بدأ يتجه إلى اتخاذ خطوات جادة لردعه وإثنائه عن ممارساته اللا إنسانية ووقف انتهاكاته لحقوق الإنسان التي أصبحت مضرب المثل في كثير من المحافل الدولية. كما وصفت المنظمات تصريحات بعض الأطراف في الاتحاد بأن تقديم الدعم المالي والمادي هو الإنعاش البنية التحتية وتوفير فرص عمل كافية للشباب الذي ينزح إلى أوروبا لتحسين مستواه الاجتماعي والاقتصادي بالسطحية التي لا تدعمها الوقائع على الأرض، فضلا عن كون الدعم يهدف إلى التقاضي عن الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى الهروب المكثف للمواطنين الإريتريين عن بلادهم وتهميش حجم الكارثة الإنسانية التي تعاني منها البلاد جراء الطغيان والاستبداد الذي يمارسه النظام الفردي. واستبعدت المنظمات الحقوقية ومنظمات الدفاع عن اللاجئين أن يقوم النظام الدكتاتوري بتوظيف الدعم المالي والعيني الذي ينوي الاتحاد الأوروبي تقديمه للنظام للتقليل من معاناة الشعب الإريتري، بل ذهبت إلى أن هذا الدعم سيكون محفزا كبيرا له لزيادة وتيرة انتهاكاته وممارساته ضد الإنسان الإريتري. وطالبت الاتحاد بتفعيل مبادئه الأساسية للدفاع عن حقوق الشعب الإريتري في سعيه لنيل كافة حقوقه التي تنادي بها كل المواثيق الدولية، وبالتالي عليه العمل بالتوازي مع الجهود الدولية بغية اجتثاث الأسباب التي أدت إلى هذه المعاناة من خلال رفع وتيرة الضغوط على النظام الاستبدادي وإجباره للامتثال إلى المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة بكافة الحريات والحقوق. ويذكر أن لجنة التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكدت في تقريرها الأولي بارتكاب النظام الدكتاتوري لانتهاكات ضد حقوق الإنسان من خلال معلومات تحصلت عليها عبر لقاءات أجرتها مع الإريتريين المقيمين بمختلف دول المهجر بعد أن رفض النظام استقبالها في داخل الوطن. وفي سياق ذي صلة نظمت جمعية المرأة الإفريقية لدعم وتأهيل اللاجئين بالمملكة المتحدة في 4 أبريل الجاري ندوة جماهيرية بلندن خاطبها الصحفي الإريتري الأستاذ خالد عبدو بحضور جمع غفير من الإريتريين والمهتمين من الجنسيات الأخرى، حيث تناول فيها قضايا اللجوء من إريتريا وما يعانيه اللاجئ الإريتري وراهن الوضع السياسي الإريتري عامة ومعسكر قوى المعارضة بشكل خاص. وفيما يخص أوضاع اللاجئين الإريتريين في أوروبا أشار الأستاذ خالد إلى محاولات الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق الإريتريين إلى بلدان الاتحاد من خلال تقديم دعم مالي للنظام والطلب منه بتحديد مدة الخدمة الوطنية مفتوحة الأجل بحيث لا تتجاوز 18 شهرا، والتعهد بأن لا يعاقب من يتم إعادتهم من اللاجئين إلى إريتريا، داعيا إلى وقوف كل الإريتريين في أوروبا في وجه مثل هذه القرارات وإقناع حكومات الدول الأوروبية بأن المشكلة الأساس ليس طول مدة الخدمة إنما الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها نظام أسمر ضد المواطنين الإريتريين وعدم مراعاته لحقوق الإنسان الأساسية، وأن النظام ليس في وارده تطبيق ما قد يتعهد به أمام الأوروبيين. كما ناشد الأستاذ خالد اللاجئين الإريتريين حديثي الوصول إلى أوروبا تنظيم وتأطير أنفسهم في جمعيات أينما كانوا للدفاع عن حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين المحلية والدولية في الحصول على ملجأ آمن من الاضطهاد. وشرح ما قام به اللاجئون الإريتريون في السويد كنموذج يمكن الاهتداء به. وفي الشأن السياسي أرجع الأستاذ خالد أسباب التردي والتشرذم الذي تعيشه قوى المعارضة الإريترية إلى أزمة خطابها السياسي العاجز عن مواكبة المرحلة ومتطلباتها، حيث أن أقوال وأفعال بعض المعارضين تزيد الأزمة تعقيدا بدلا عن الإسهام في حل يخلص الوطن وشعبه من براثن النظام الحاكم في أسمر. أفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى أن اختيار النظام الدكتاتوري توقيع الاتفاقات العسكرية المباشرة مع بعض دول شرق أوروبا ودول في منطقة الشرق الأوسط وتفريق شحنات الأسلحة بشكل علني في مطار ساوا وميناء عصب بدلا من استخدام السودان كمعبر مهم لتوريدها في السابق، يؤكد توتر علاقاته بالحكومة السودانية التي كانت إلى وقت قريب توصف بالوطيدة. ويذهب مراقبون مهتمون بقضايا القرن الأفريقي إلى أن توقيع السودان على اتفاق المبادئ حول مياه النيل مع إثيوبيا وجمهورية مصر العربية واتخاذه الخطوات عملية في سبيل تدعيم علاقاته بإثيوبيا، فضلا عن انضمام حكومة الخرطوم إلى الحلف الإقليمي الذي تقوده المملكة العربية السعودية باسم عاصفة الحزم ضد الحوثيين في اليمن،
والذين يرتبطون بعلاقات وطيدة مع النظام الدكتاتوري في أسمرة هي أسباب كافية لتوتر العلاقات بين البلدين. من جهة أخرى، أكدت مصادرنا التي تتابع تطورات داخل البلاد أن شحنات الأسلحة التي فرغتها الطائرة العسكرية الأوكرانية يوم 29 من شهر مارس المنصرم في مطار ساوا كانت عبارة عن أسلحة خفيفة وثقيلة ومعدات استخباراتية وقطع غيار لسيارات عسكرية نقلت إلى مخازن الأسلحة القريبة من بلدة سرجقة بضواحي العاصمة أسمرة. وفي خبر ذي صلة، أفادت نفس المصادر بقدوم 10 خبراء عسكريين من دولة أوروبية لم يتسنى للمصادر معرفتها في الآونة الأخيرة إلى أسمرة، ونقلوا مباشرة إلى المطار العسكري بمدينة موسوع. وأضافت بأن هؤلاء الخبراء المختصين في تشغيل الرادارات والاتصالات العسكرية سيقومون بعقد دورات تدريبية، مؤكدة أن قدومهم البلاد جاء في إطار تطبيق اتفاقيات سرية قام بها النظام الدكتاتوري مع دول في شرق أوروبا وغيرها من الدول. ويذكر أن مجموعة المراقبة الأممية الخاصة بمراقبة تنفيذ قرارات الحظر الدولي على الأسلحة في الصومال وإريتريا كانت قد اتهمت النظام الدكتاتوري بخرق قرار الحظر، وذلك لاستيراده للأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى من دول في شرق أوروبا ونشاطه في تجارة الأسلحة المختلفة للحركات والمجموعات المسلحة بالإقليم. أفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى بمدينة كلوج أن النظام في سعيه لتفادي الاشتباك المسلح بين فصيلي الحركة الديمقراطية لتحرير تيغراي المعروفة بدمحيت وفصيل بني شنغول قام بنقل الأخير إلى منطقة عد قبرو بإقليم القاش وبركة. وذكرت مصادرنا بأن الخلافات بلغت ذروتها في الاجتماع التقييمي المشترك الذي عقد بين الفصيلين المعارضين للحكومة الإثيوبية في 29 من شهر مارس الماضي، مما دفع النظام إلى اتخاذ إجراءات احتياطية تقوم على إعادة انتشار فصيل بني شنغول في المنطقة المذكورة. وتفيد تقارير تتابع نشاطات الفصائل الإثيوبية المسلحة التي تتخذ من إريتريا منطلقا لعملياتها العسكرية ضد الحكومة الإثيوبية أن النظام الدكتاتوري في إريتريا يدفع في اتجاه حث هذه الفصائل على تنسيق عملياتها العسكرية بتقديم الدعم المادي والعسكري السخي وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها. وتعد الخلافات التي ظهرت بين الفصيلين ضربة قاسمة لأهداف النظام الساعي لتكثيف العمليات العسكرية المنسقة ضد إثيوبيا وبالتالي زعزعة استقرارها. هذا ومن المعروف أن النظام الدكتاتوري في إريتريا يعتمد بشكل شبه كلي على الحركة الديمقراطية لتحرير تيغراي دمحيت في حراسة العديد من المراكز الحيوية للدولة وفي الحفاظ على سلطته بعد أن انتابته موجة من الذعر والخوف نتيجة للمقاومة التي بدأت تتشكل بشكل قوي داخل قوات الدفاع الإريترية وقطاعات أخرى في المجتمع الإريتري. نقل خفر السواحل البحرية الإيطالية 1500 مهاجر إلى جزيرتي لامبدوزا وصقلية بعد أن كانوا قد تعرضوا لحادث في عرض البحر أثناء رحلتهم التي انطلقت من ليبيا باتجاه أوروبا. وأوضحت قوات الإنقاذ الإيطالية يوم الأحد الماضي أنها قدمت المساعدة ل5 قوارب على متنها مهاجرين قادمين من السواحل الجنوبية للمتوسط. هذا وتعتبر ليبيا منفذا مهما للهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا بسبب ضعف الرقابة والانفلات الأمني هناك. من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء العالمية نقلا عن الإذاعة العامة الإسرائيلية يوم الأحد الماضي أن رواندا أقرت لأول مرة بأنها وافقت على استيعاب المهاجرين غير الشرعيين طالبي حق اللجوء من إريتريا والسودان الذين ستقوم إسرائيل بإبعادهم. وأوضحت الإذاعة العبرية ذلك على لسان رئيس رواندا بول كاغامي في سياق مؤتمر صحفي عقده في العاصمة كيغالي مساء يوم السبت الماضي. من جهتها نفت أوغندا أن تكون قد توصلت إلى أي اتفاق مع إسرائيل بشأن استيعاب طالبي حق اللجوء، وانتقدت السلطات الإسرائيلية على خلفية نيتها إبعادهم. وكانت السلطات المختصة الإسرائيلية قد أعلنت أنها توصلت إلى اتفاقات مع دولتين إفريقيتين بهذا الشأن دون الإفصاح عن اسم أي منهما. هذا ويقدر عدد اللاجئين الإريتريين الذين دخلوا إلى إسرائيل خلال السنوات القليلة الماضية ب40,000 لاجئ إريتري من أصل 60,000 لاجئ إفريقي. صوت المنتدى. بهذا نختم ساعة المنتدى لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا بمشيئة الله. نشكر لكم حسن المتابعة، وتصبحون على وطن آمن وسالم. في أمان الله.